فسخالي قرر واعترف ازاي بيخلوا الفسيخ بيستوي في 5 ايام بس في الشتاء، وانا خدت منه الطريقه وقال لي اعمليها وتحدي. في الفيديو هنعمل طريقه الفسخليه. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين مش اسلوبي في طريقه تفسيخ خالص. هو ملح لام، ولا اولا بعمل ملح خشن، وطريقه غريبه جدا جدا. قال لي الطريقه هي احنا اللي بنستخدمها علشان نخلي الفسيخ يستوي بسرعه في عز السقعه اللي احنا بنبقى فيها، والفسيخ بياخد 5 ايام بس. 5 ايام بس دول بياخدوا معايا في الصيف، لكن في الشتاء و5 ايام بس، او في الجو اللي هو بيقلب دلوقتي ساعه و5 ايام بس، انا مش مستوعباها. قال لي هتشوفي. اول حاجه احنا خلاص غسلنا، احنا خلاص بقى عملنا كذا فيديو وعرفنا ازاي بنغسل السمكيه. ديلها فوق وراسها تحت، وبنغسل خشيم كويس والبق كويس والجلد من بره كويس. تمام. بنرش عليها شويه ملح صغيرين زي ما انتوا شفتوا، بصوا ملح صغيرين جدا جدا. بجيب حاجه تانية كده مش اللي انا هعمل فيها، بحط فيها السمك بطريقه عشوائيه، واعمل واحده على التانية زي ما انتم شايفين. ملح خفيف، مش بكبسها ملح، ده مش كبس ملح علشان الميه بتاعه الفسيخ تصفي. زي ما انتم شايفين انا كمان ما فصلتش الديل لسه ولا صفيته اصلا، انا غسلته زي ما انتم شايفين اهو زي ما هو. الطريقه دي بقى بيخليه ينزل السوائل اللي فيها. بنسيبه قد ايه؟ 24 ساعه بشويه الملح الصغيرين جدا. بعد 24 ساعه زي ما انتم شايفين بنجهز معانا الخلطه بتاعتنا، اللي هي عباره عن ايه؟ ملح ناعم برضو زي ما انتم شايفين. انا كده بعمله بطريقته هو، بنجرب سوا ونشوف. وشطه وكركم. وكمان قال لي على حاجه غريبه قوي، قال لي على عصفر. ديت صراحه ما استخدمتهاش انا في الفسيخ قبل كده. زي ما انتم شايفين معانا العصفر اللي هو بنحطه على الليمون المخلل، وبنحطه على الملح تمام. وبنقلب عادي. وعايزه اقول لكم انا من هنا بفكر ابعت لكل الناس اللي عندي على اليوتيوب، ابعت لهم كل واحد انبوبه فورتالين. ايوه انتوا سمعتوا صح، انبوبه فورتالين مني هديه ليكم، عشان شكل ايديكم وجعاكم مش قادرين تعملوا لايك. في يا جماعه ما تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه لحد دلوقتي بجد خسران كتير. اشترك في القناه واعملوا لايك عشان ما ازعلش منكم. المهم بقى نرجع كده للفسخاني. قال لي ايه؟ زي ما انتوا شفتوا بنقلب طبعا الملح كله ببعضه علشان كله يخش في بعض. على فكره في حد لسه قاعد ما عملش لايك، انا شايفاه. تمام براحتك. بعد كده نجيب بقى السمكيه سمكيه انا كنت عامله في كوربل كبير صحيح، عشان اللي هيعلق لي ويقول لي ايه ده عامله في كوربل في اللي بتشربوا فيه. اكيد الكوربل ما بنشربش فيه، ده كوربل انا مستخدماه للفسيخ للاسماك عامه يعني. مش بحط فيه فسيخ صراحه، هو بعمله للاسماك لما باجي انقل كميه بالكميه او كدهوت يعني. المهم بستخدمه في شغلي في الاسماك وكده، مخصص للاسماك زي ايس بوكس. بستخدمه كده زي ايس بوكس عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات ايه القرف ده. تمام. اكيد مش بشرب فيه. هنا بقى بنبتدي نعمل بقى خطواتنا اللي احنا عارفينها. نفصل الديل. هو خلاص كده صف الميه، وفي اخر يعني هوريكم بعد كده الميه اللي نزلت منه شكلها ايه. وبعد كده بنجيب الملح اللاعب. ادي بص الجردل معايا نضيف قشطه فله شمعه منوره. جردل بيبقى مغسول كويس، معقماه كويس. حتى لو كنت شايلاه مغسول بترجعي تغسليه تاني وتعقميه تاني كويس جدا، وتنشفيه كويس جدا جدا جدا. على فكره في الفسيخ اهم حاجه النظافه. تمام. مش عشان فسيخ فنعك فيه. بعد كده بنحط ملح، وعلى طريقته هو قال لي مش بكبسه كله ملح، لا يعني بتمليه ملح بس مش بقى ضغط كبس قوي وبطريقه كتير. بنحطه في الخياشيم، وبرده بحط في البق شويه. هو معليش على البق، بس انا بحبش اسيب البق فاضي عشان ما يخشلوش منه بكتيريا. حد قبل كده قال لي يا سلام ما الفسيخ اصلا كله بكتيريا. بس اللي ما يعرفوش بقى، او انا قلت لها يا سلام ما في بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. احنا مش عايزين نموت البكتيريا النافعه وبس، مش عايزين ندخله بكتيريا ضاره. وسرعه على صوتي عشان انا اصلا تعبانه جدا ومعلقه محاليل، وشلت الكالونه بالذات علشان اعرف اصور لكم الفيديو تمام. وعايزه اقول لكم الفيديو ده اخد معايا مجهود قد كده، وانا تعبانه اصلا مش قادره بجد. يا ريت تقدروا الفيديو وتعملوا لايك. اول مره اطلب لكم كميه اللايكات دي، بس عشان فعلا الفيديو عاملاه وانا تعبانه جدا زي ما سامعين صوتي. زي ما شايفين بقى بنعمل واحده والتانيه. انا معايا هنا السمك احجامه متراوحه، في اللي 450 جرام وفي اللي اكتر من نص كيلو. فانا قررت طبعا الكميه اللي عندي هتتعمل على جردلين، فقررت اعمل واحد الحجم الصغير وجردل التاني للحجم الكبير. انتوا براحتكم، بس انا حبيت اخلي الكميه بتوعي مقسومين لاتنين. هتلاقولي حتى وانا بعمل بقى يعني بنقي الصغير عشان ده كان الجردل اللي بعمل فيه الحجم الصغير. تمام. يبقى الخطوه الاولانيه اللي احنا عملناها كده
اللي احنا غسلنا الفسيخ كويس جدا. بصوا الخياشيم بتاعته عامله ازاي، خلاص دبلت كده. ده بقى يعني تحسوا ايه، ده كده السمك البايت لما تيجوا تشتروا، ده كده فرق بقى سبحان الله. لو شفتوا في اول الفيديو الخياشيم لونها احمر ازاي. بنغسل السمك كويس، ما بنصفوش ولا بنشفه ولا اي حاجه، زي ما هو نحط عليه شويه ملح صغيرين ونحطه في حاجه زي ما هو بقى، مش لازم ترصي ولا حاجه. لما يصفي الميه بتاعه لمده 24 ساعه، بعد ال 24 ساعه بنعمل الخلطه بتاعتنا برضو. ملح ناعم، بنحط كركم، بنحط كركم وشطه وعصفر، ونجيب السمكيه ندوس على ديلها زي ما احنا بقى متعودين. بعد كده نحط في الخياشيم والبق ملح على حسب ما هو قال لي. دي كده بقى ايه اللي هو كده صفى الميه كله، وانا فعلا هوريكم الميه، فيخليه بقى يستوي بسرعه. تمام، ادينا بنجرب وانا بجرب معاكم، وهنشوف ده حقيقي وهيطلع الفسيخ في 5 ايام حقيقي. ورغم ان اليومين دول زي ما شايفين الجو بيقلب وساقع، وانا الفيديو دوت انا لسه عاملاه النهارده ومنزلاه النهارده. تمام، يعني ده انا كده لسه عاملاه النهارده ومتعمده ان انا انزله لكم في نفس اليوم اللي انا عامله فيه. يعني انا امبارح خلاص نزلت السوائل اللي فيه في اول خطوه، والنهارده خليته زي ما انتم شايفين. ادينا قربنا نخلص الكميه دي، مش الكميه كلها، كان لسه فيه تاني في الكرمل الكبير، بس طبعا انا كمان كده مسرعه لكم الفيديو جدا. الموضوع يعني ايه بياخد وقت شويه. بصوا بقى كده ده شكل السوائل. سوري طبعا انا بوريكم المنظر ده، بس دي الميه اللي نزلت منه. وده كده شكل اول جردل عملته، رصيته واحده عكس التانية. بصوا ادي الراس عكس الديل، الراس عكس الديل. طبعا احنا خلاص يعني ايه اتعودنا احنا بنعمل ازاي. بعد كده بجيب شويه بقى خلطه بتاعتي اللي انا عاملاها ديت، اللي هي برضو الملح والكركم والعصفر والشطه، واحط كده على الوش. نحط كده ايه على الوش، نغطي الوش كده شويه. وبعد كده هنجيب زيت وندلق شويه زيت كده على الوش. انا كل دوت ماشيه زي ما هو كده قال لي بالظبط. هنشوف النتيجه بعد 5 ايام، هيطلع فسيخ مستوي مزبد وحلو ولا لا. انا اصلا اكتر حاجه لو تقولي مش مريحاكي ايه في الطريقه دي، هقول لكم الملح الناعم. انا بحب في الفسيخ الملح الخشن، بشوف ان هو مش بيحدق الملح. هو قال ان الملح الخشن بيطول في الطريقه، وهنشوف مستنيين النتيجه. استنوا بعد 5 ايام بقى هنشوف هل ده هيبقى فسيخ ولا لا. متنسوش اللايك.